عمري ما هسامح جون ادوارد، عمري ما هسامح جون ادوارد، ولا هسامح اداره الزمالك اللي سايباه يبرطع في النادي زي ما هو عايز، وسايباه يلاعب مين وما يلاعبش مين، ويشيل مين ويحط مين، وعادي عواد ويقول له ما تلعبش ويقول لي التاني يلعب. حاجه في منتهى العبث. ونادي كبير بحجم الزمالك ما ينفعش يكون فيه كم العشوائيه دي، ولا القرار يكون لشخص واحد بس. يعني انت كنت بتقول مرتضى كوخه وما ينفعش يكون موجود. طب وحضرتك كجون ادوارد، يا اللي خليت محمد صبحي يلعب ماتش كايزر تشيفز ونخسر نقطتين، كان زمانهم دلوقتي مريحينك. والماتش اللي جاي اللي انت هتلعبه دوت كان هيبقى تعادل فيه كفايه انك انت تصعد. لكن دلوقتي هتقعد تحط ايدك على قلبك وتمسك الاله الحاسبه وتقعد تقول يا ترى انا هطلع، يا ترى انا هنزل، يا ترى انا هكمل، يا ترى انا هطلع من البطوله. حاجه في منتهى العبث. حسبي الله ونعم الوكيل في الكاجون ادوارد، وحسبي الله ونعم الوكيل قبليك في الاداره اللي خليتك تكون موجود، ويرجع مره تانية الزمالك بكم العشوائيه دي. يلا على الماتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب الزمالك، شباب الزمالك يخسر النهاردة 1-0 قدام زيسكو يونايتد. مباراة ما أقدرش ألوم فيها معتمد جمال، وما أقدرش ألوم فيها أي حد خالص غير جون إدوارد. أولا زي ما قلت لك في المقدمة على إنه لاعب محمد صبحي وفضل مصلحته عشان يروح منتخب مصر يكون موجود احتياطي ثالث ولا رابع لشوبيرو وللشناوي على مصلحة الزمالك. ولو كان الزمالك كسب الماتش دوت زي ما كان متقدم وما دخلش فيه الجون الكوميدي اللي دخل في محمد صبحي ده، كان زمان الزمالك دلوقتي هو صاعد اول، او على الاقل ضمن الصعود في مجموعه زي كده. انا بتكلم الكلام ده وانا راجل قديم وعارف يعني ايه زمالك، وعارف يعني ايه بطولات الزمالك، وعارف يعني ايه اداء الزمالك، فالموضوع مش غريب عليا. ودايما بتكون تفاصيل صغيره هي اللي بتفرق مع الزمالك، اذا كان في بطولات ولا في صفقات ولا في اداره ولا في قرارات بتفرق بشكل مصيري في مستوى وفي مشوار نادي الزمالك في بطولات كتير جدا. منها مثلا موضوع محمد صبحي اللي انا قلت لك عليه من شويه، اللي كان لو كان الزمالك فاز في المباراه ديت كان زمانه دلوقتي عنده نقطتين زياده. يعني كان عنده دلوقتي حوالي 11 او 12 نقطه، كان هيخش الماتش اللي جاي مش فارقه له. وحتى ماتش النهارده اللي الزمالك خسره ده كان الزمالك هيخش وهو مش فارق له، بعد ما خسر المصري يبقى مركز ثالث. المصري ممكن يصعد اول، الزمالك ممكن يصعد اول، كايزر تشيفز ممكن يصعد اول. رجعت كايزر تشيفز للبطوله تاني. ما اقدرش الوم على شباب الزمالك. الماتش فعلا كان صعب، اجواءه فعلا كانت صعبه، ماتش بره ارضك قدام فرقه بتلعب بعشوائيه، قدام ارض ما ينفعش يتلعب فيها اي رياضه ايا كانت. الزمالك بيخسر، بيكسب شباب لكن انت كل مره بتدور في نفس الدايره. الزمالكاويه القدام هيبقى بالنسبه لهم الكلام اللي بقوله ده مكرر، الزمالكاويه الجداد هيبقى بالنسبه لهم الكلام دوت قد يكون يهديهم، وقد يكون واقعي بالنسبه لواقع نادي الزمالك. لكن هو طول عمره الزمالك كده، طول عمره الزمالك دايما مشكلته في ادارته قبل ما تكون مشكلته خارجيه. ولاد الزمالك ومسؤولين الزمالك هم اللي بيسمحوا لغيره انه يدوس عليه. مجلس اداره شايف الفرقه بتتعرض لكم انتهاكات، سواء على المستوى التحكيمي او على مستوى الاداره بتاعه المباريات نفسها والمسابقات نفسها وترتيب الماتشات. في 12 يوم هيلعب حوالي 5 ماتشات، ومع ذلك مجلس الاداره يقول لك هحلها ازاي؟ لا، اجيب لهم طياره خاصه. انت كده خلصت. منظومه زي ديت المفروض انت متعامل معاها بشده، بشخصيه واسم وتيشيرت وشعار الزمالك. انت بتتعامل معاها بمنتهى العشوائيه وبمنتهى الجبن وبمنتهى الخنوع والخضوع. وحق الزمالك بيتاكل في اي موقع ايا كان. ماتش السله يضيع حقك فيه عشان التحكيم مش خايف منك ومش عامل لك هيبه. هو ده واقع التحكيم في مصر، وهو ده واقع منظومه الكره المصريه. هي كده، عايزه اللي عنده شخصيه، اللي بيعرف يرد، اللي بيعرف ياخد حقه. الاهلي بيتعامل بالشكل ده، انت مش عارف تتعامل بالشكل ده. دي مشكلتك انت، انك مش عارف تدير اللعبه بقوانينها، عايز تديرها بهواك وبقانونك انت. ويا ريته حتى قانون قوه، ده قانون خضوع وضعف. تشكيل الزمالك. الزمالك النهارده بيلعب بالمهدي سليمان في حراسه المرمى بعد غياب الكابتن محمد صبحي. اصل معلش عنده شويه برد، عبد الله السعيد عنده برد، مش كومنز عنده برد، نيكون عندها برد. طب يا جماعه احنا خلاص يعني، ده الواحد عرقان اهو في شهر فبراير بس عنده برد. بيلعب بالمهدي سليمان في حراسه المرمى، قدامه الونش وقدامه حسام عبد المجيد، على اليمين محمد ابراهيم، على الشمال خضري، قدامه في نص الملعب محمد حمدي ومحمد اسماعيل وفرنسي، قدامهم احمد شريف وناصر منسي. تشكيل باين عليه موضوع ان انت رايح علشان تدافع، رايح علشان تاخد نقطه. ونفسي يعني حتى ده انا لاحظته حتى مع الاهلي نفسه، يعني انت عندك واحد زي يستورو المفروض ان هو راجل اجنبي، فانت جاي وعارف ان الفرقه دي كبيره وعارف عدد البطولات الافريقيه اللي فرقه زي النادي الاهلي واخداها، ومع ذلك برضه رايح بتلعب بشكل دفاع عشان عايز تطلع بنقطه التعادل. ولولا حظ النادي الاهلي
ولولا ستر ربنا وتألق شوبير كان خسر ماتش شباب القبائل امبارح. النهارده نفس الفكره، معتمد جمال رايح بيلعب بشكل دفاعي، باين من التشكيله ان انت رايح نازل عشان تامن قدام فرقه اصلا هي بتقول لك اكسبني. الفرقه دي فرقه ضعيفه جدا، ما حققتش اي فوز في المجموعه الا على حساب الزمالك نفسه. شيء غريب جدا وعقليه غريبه جدا، نفسي نغير الموضوع ده. لانك لو كنت على الاقل طلعت بنقطه التعادل النهارده كانت فرقت معاك كتير جدا. بس عشان تطلع بنقطه التعادل لازم انت اصلا تكون بتدور على المكسب. ممكن يجي لك المكسب او على اسوأ الظروف يجي لك التعادل. لكن النهارده انت بتطلع ادم كايد بره الفرقه، بتطلع عناصر كانت المفروض ان هي هتساهم هجوميا بره الفرقه. مش هشيل الليله كلها لمعتمد جمال لان عنده غيابات كتير وعنده اصابات كتير، وانا بسال نفس السؤال: هو الجهاز الاجنبي اللي جون بي ادوارد جايبه بيعمل ايه في نادي الزمالك؟ بيساعد معتمد جمال في ايه؟ انا اصلا اول مره اشوف في حياتي جهاز اجنبي بيعاون مدرب مصري. يعني انا اللي اعرفه جهاز وطني كامل مصري، او جهاز اجنبي كامل بيساعد مدرب اجنبي، او جهاز مصري زي ما قلت لك بيساعد مدرب مصري. لكن جهاز اجنبي يساعد مدرب مصري لمعتمد جمال وقبلها احمد عبد الرؤوف، ده شيء غريب جدا بالنسبه لي. مش هقدر الوم على الشباب الصغير اللي كان موجود النهارده، عندك خضري، عندك محمد ابراهيم، عندك انس وائل، عندك اسمه ايه دوت مهاب حمد ولا اسمه ايه حمد. لعيبه كتيره قوي شباب ما اقدرش الوم عليها واقول لهم انتوا خسرتوا ولا ما خسرتوش. مش هقول لك ما عندهمش خبره افريقيه، ما عندهمش خبره مع الفريق الاول اصلا. كفايه انها تخليها تشيل تيشيرت نادي الزمالك وتلعب باسمه في بطولات كبيره. كتر خيرهم على اللي عاملينه على مستوى بطوله الدوري. لعيبه عايزه لها خبرات، اللعيبه دي كلها عايز تطلع اعارات. بس المشكله ان انت ما عندكش تشكيل اساسي لاسباب كتيره قوي. تاخر مستحقات خلت واحد زي بنتايج بعيد، تاخر مستحقات خلت لعيبه تفسخ عقودها، لعيبه عندها اصابات، جهاز طبي ما يعلم به الا ربنا، ما تعرفش هو دوره ايه اصلا في نادي الزمالك او كل خبراته ايه غير ان هو كان موجود في نادي فياريال. عك في منظومه محدش عارف اولها من اخرها، وسط سكوت وخضوع وخنوع لمجلس اداره الزمالك اللي المفروض اصلا يكون موجود بره اداره نادي الزمالك من بعد اول سنه تقريبا. المفروض موضوع ارض اكتوبر دوت اللي اتسحب منك يخليك بره نادي الزمالك اصلا. ما اعرفش المجلس دوت موجود ليه، مكمل ليه، باقي ليه. ما اقدرش الوم حد في الموجودين حاليا سواء لعيبه او جهاز فني، لان هم ده افضل المتاح، ده افضل الموجود. بص على كهرباء الاسماعيليه، ما هي دي فرقه برضو معلش انت لازم تفوز عليها. حتى لاعبينها الاساسيين مشيوا. علامه الاستفهام بالنسبه لي هو استمرار الاداره لغايه دلوقتي وسكوتها على جون ادوارد. حتى الداعمين يعني واحد مثلا زي ممدوح عباس لو مش موجود في دعم نادي الزمالك، انا مش عارف حال الزمالك كان هيبقى واصل لغايه فين. بس الحمد لله ان واحد زي دوت لسه موجود. كله شال ايده، كله عمال بيتفرج على الزمالك وهو بينهار، كله عامل دلوقتي شايف نفسه ان هو لا انا كده عملت اللي عليا. الموضوع بقى صعب جدا على نادي الزمالك وعلى جمهور نادي الزمالك. يمكن الناس الزملكاويه القدام يعني مش هقدر اقول جدتهم نحست اصلا من اللي بيحصل دوت. وهقول للشباب الصغيرين معلش هو ده الزمالك، هو ده قدرك. غير، يعني انا لو هنصحك نصيحه يا ابني والله غير تشجيعك دوت ودور على نادي تاني بره مصر. لانك عندك حاجه من الاتنين: يا اما تشجع النادي دوت بكل مشاكله وبكل ظروفه وساعتها هتبقى بطل من الابطال انك انت مكمل مع النادي دوت ولسه بتشجعه، او انك انت تدور لك على رياضه تانية. ومش هلومك ومش هعاتبك وهقول لك صح، حياتك وصحتك ووقتك اهم. شباب الزمالك بيخسر من زيسكو يونايتد وكان قرب يتعادل كمان في الاخر لما الزمالك بدأ يطلع ويدوس على الكوره ويهاجم ويقدم لعيبه. فرقه ضعيفه جدا ما تستاهلش ان انت تخسر منها ولا تتعادل معاها حتى. قلنا ان انت كنت رايح لو هتلعب بادائك وبشكلك اللي لعبت فيه بيه في مصر قدام كهرباء الاسماعيليه انت هتفوز. شابوه شباب الزمالك، شابوه المعتمد جمال اللي بيتحمل مسؤوليه في وقت صعب. بجد عملتوا اللي عليكم وزياده وليس في الامكان افضل مما كان. اعاتب بس عليك في نقطه انك انت كنت خايف انزل العب بشخصيه الزمالك والباقي على الله. حتى هتطلع وانت شكلك كويس لكن تخسر قدام متزايل المجموعه. هي دي اللي كانت مشكله بالنسبه لي. اعمل اشتراك، فعل الجرس. شكرا لكم.